لا يزال الريف المغربي يعاني الأمرين ويصرخ: احتجاجات، مسيرات شعبية، وإضرابات بالجملة. فبين حملات التخوين المخزنية والفقر المدقع، يواصل أبناء الحسيمة، الناظور، تطوان وغيرها من مناطق الريف المضطهدة نضالهم السلمي ضد سياسة العصا والنظام الفاسد الذي يسعى لطمس هوية أبناء جلدته بأبشع الطرق. حراك تجاوز 5 سنوات زمناً، واتسعت رقعته جغرافياً، وصل صداه إلى مختلف بقاع العالم إلا للآذان المخزنية الصماء التي لا تسمع غير صوتها الداخلي المردد لمخطط إزالة الشرعية عن مطالب ساكنة الريف وإخراجها عن سياقها الاجتماعي والحقوقي. أزمة طال أمدها جعلت الحكومة المخزنية تتخبط بين تلون القرار وحلولها الترقيعية التي تبوء كل مرة بالفشل في تهدئة الأوضاع واحتواء استياء سكان الريف المهمش، خاصة بالاعتماد على مقاربة الوسطاء الأعيان والمنتخبين الفاقدين للشرعية الشعبية والتماطل في إنجاز المشاريع التنموية في المنطقة الأمازيغية. احتقان اجتماعي وسياسي خلف اعتقالات بالجملة وضحايا على غرار محسن بائع السمك الذي سُحق السنة الماضية في شاحنة نفايات خلال محاولته منع الأمن من مصادرة بضاعته، وأساطيل من المهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن أبسط الظروف المعيشية في الضفة الغربية. قمعونا من الفوق، زايدين كيضربونا بسائل الدموع، ما عندنا والو في هذا المغرب، ما بغيناش نديرو معاهم الصداع، حنايا سلميين. بين التخوين والمطالب المشروعة يعيش مغاربة الريف ظروف مروعة ومآسي اجتماعية متعددة لن تتوقف إلا بتنظيف وتطهير الحكومة المخزنية من الفساد الذي ينخر جسدها منذ عقود من الزمن.